طويلة عريضة فما تستطيع. أنا لا أريد أن أتحدث عن المشاريع الخدمية والبناء، أتحدث بمجال تخصصي اللي مهتم به لأكثر من 50 سنة. نتابع أن العراق يعيش كارثة بيئية. أنا عندي دكتوراه كيمياء من بريطانيا ومهتم لأكثر من 50 سنة في هذا المجال. لم أجد لحد هذه اللحظة لا وزارة البيئة ولا البرلمان ولا من يعي الوضع البيئي اللي يعيش العراق. يعني أعطي مثل بسيط، سرطان الثدي بالعراق كان فارق كبير بينه وبين أنواع السرطانات الأخرى. الآن يتنافس معه سرطان القولون، وهذا مو من الكلام، أنا عندي ابن أخ استشاري في مجال طب سرطان يعني أجمع معلومات. سرطان القولون العلم الحديث يقول 90% ناتج من المواد الغذائية. أنا لا أخاطب السيد المحافظ كمحافظ، أخاطبه كمواطن. يعني لدي معلومات أسوأ بترول يستخدم، بنزين يستخدم بالشرق الأوسط هو في العراق. مصفى الدورة، وأنا مسؤول عن كلامي، ووجهت ألقيت محاضرات في جامعة الكوفة وفي جامعة بابل في جامعة كربلاء وبالراديو وبالتلفزيون، وخاطبت الدكتور حسين الشهرستاني وقلت له خاف من الله، مصفى الدورة كل 6 أشهر يبدل العمال لسرطان النخاع لأنه يحتوي على رابعتي الرصاص. اللحوم المستوردة من الهند تعالج بأشعة جاما وتسوي المطلع علميا يعرفها، يسموها فري راديكالز. هذه جذور حرة تسوي سرطان. ليس هناك من يسأل. مشتقات الألبان اللي هي من ناحية علمية بدرجة 4 مئوية تحفظ بالثلاجة لمدة 72 ساعة ويبتدئ التعفن. الأجبان بدرجة 50 درجة بالعراق مكشوفة. مخلوط المواد الكيميائية مال بغداد وعندي اطلاع عليها. هناك البتروكيماويات هناك، مع أتحدث عن العراق كاملا. يعني عندما أستمع بألم إلى الوزيرة السابقة للبيئة تحدثت عن ذهبت إلى البرازيل هي و20 من حاشيتها، وذهبت إلى كذا وسجلت العراق عضو بفلان. ماذا نعمل بهذا؟ للأسف عندما تطرح بيانها في مجلس النواب ليس هناك نائب واحد يعي هذه الحقيقة ويناقشها، وما زالت لحد هذه اللحظة. ألقي محاضرة في تجمع ل5 محافظات في النجف، يطلب من عندي وكيل وزارة البيئة دكتور رجاء أريد محاضرتك نستفاد منها. أسأل عن تخصصه يظهر لي طبيب أطفال لا يتجاوز عمره 34 عام. كيف يعرف عن البيئة هذا؟ كيف يحل مشاكل الناس؟ فأنا أنقذ صوتي ويسمحوا لي الموجودين الآن طرحت حتى تطوعا أسوي لكم محاضرات مجانية، أدرب لكم مدرسين الكيمياء والأحياء مجانا. هذا مختبر تسووه مشروع استثماري للسيطرة النوعية على المواد الغذائية لا يكلف إلا $1,000,000 وأنتم اشتروه. لا تقولون هذا تاجر ويأخذ عمولة، أنا متقاعد ما محتاج هاي المسألة. الآن العراق أعيد يعيش كارثة بيئية. وشكرا. شكرا. البيئة عموما هناك يوجد دائرة اسمها بيئة بغداد أيضا، وهناك مجلس بيئة تحسين البيئة حسب القانون، ولكن وزارة البيئة لا حول لها ولا قوة. أولا